حسم ريال مدريد صفقة المدافع الغاني أوسكار ناسي أوبونغ أحد أبرز المواهب الصاعدة في غرناطة في خطوة جديدة تؤكد استمرار النادي في سياسة استقطاب اللاعبين الشباب وتطويرهم داخل منظومة كاستيا. بحسب أحدث التقارير توصل ريال مدريد وغرناطة لاتفاق نقدي بانتقال أوسكار ناسي إلى النادي الملكي في صفقة تقدر بنحو 2 مليون يورو. كما أن المدافع الغاني أتم بالفعل الفحوصات الطبية تمهيدا لإتمام انتقاله. اللاعب سينضم في المرحلة الأولى إلى ريال مدريد كاستيا تحت قيادة جوليان لوبيز دي لاريما، وليس إلى الفريق الأول بصورة مباشرة، حيث ينظر إليه النادي كمشروع يمكن تطويره على المدى المتوسط والطويل. من هو أوسكار ناسي؟ الاسم أوسكار ناسي أوبونغ، تاريخ الميلاد 24 من فبراير 2005، مكان الميلاد أكرا غانا، الطول متر وخمسة وثمانين سنتي، المركز قلب دفاع ظهير أيمن. ويتميز اللاعب بالقدرة على شغل أكثر من مركز دفاعي إلى جانب القوة البدنية والسرعة والمرونة التكتيكية. وتؤكد بيانات الليغا أنه يبلغ طوله 185 سنتيمتر ويلعب في مركز الدفاع. وصل ناسي إلى شباب غرناطة في عام 2023 قادما من أكاديمية إيمانويل سيتي الغانية، قبل أن يتدرج سريعا من فرق الشباب إلى الفريق الرديف ثم الفريق الأول لغرناطة. وحصل اللاعب على دقائق مع الفريق الأول، كما شارك في بداية الموسم 2026-2027، وهو ما جعله أحد العناصر الشابة التي لفتت أنظار ريال مدريد. اهتمام ريال مدريد باللاعب لم يبدأ هذا الصيف فقط، إذ حاول النادي ضمه بالفعل في الموسم الماضي قبل أن يعيد التحرك بقوة خلال الأسابيع الأخيرة. صحيفة آس أشارت إلى أن ريال مدريد تقدم في سباق التعاقد معه على أندية مهتمة. الخطة تبدو واضحة. لماذا الكاستيا؟ أولا، كاستيا التطور والتأقلم، مراقبة مستمرة، فرصة محتملة مع الفريق الأول. ريال مدريد لا يتعامل مع ناسيا حاليا باعتباره صفقة جاهزة مباشرة للفريق الأول، وإنما كلاعب يملك خصائص بدنية وفنية قابلة للتطوير داخل أكاديمية النادي. وجوده في كاستيا سيمنحه فرصة الحصول على دقائق لعب منتظمة والتأقلم مع أسلوب ريال مدريد بعيدا عن الضغط الكبير الذي يرافق الفريق الأول. ماذا سيضيف إلى كاستيا؟ أهم نقطة في الصفقة هي التنوع الدفاعي. ناس يستطيع اللعب قلب دفاع، ظهير أيمن، ضمن أكثر من تنظيم دفاعي بفضل قوته البدنية. هذا التنوع يمنح الجهاز الفني خيارات إضافية، خصوصا مع حاجة اللاعبين الشباب إلى إتقان أكثر من مركز للوصول مستقبلا إلى الفريق الأول. هل سنشاهده مع الفريق الأول مستقبلا؟ هذا هو التحدي الحقيقي. التعاقد معه لا يعني ضمان وصوله إلى الفريق الأول، لكنه يدخل ريال مدريد من الباب الذي استخدمه النادي مع العديد من المواهب. التطور داخل كاستيا وإثبات الجاهزية أولا. إذا نجح اللاعب في التأقلم والتطور، فإن التدرب أو الظهور مستقبلا مع الفريق الأول سيصبح هدفا واقعيا، خاصة أن قدرته على اللعب كقلب دفاع وظهير أيمن تمنحه ميزة مهمة.